ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى كده النهارده روتين وفطار في بيت بابايا ومامتي، ربنا يخليهم لي يا رب ويحميهم. زي ما انتوا شايفين كده بقى، ده كان فطارنا النهارده في بيت بابايا. دي كانت تاني مرة اتعزم هناك. كانت اول مرة قبل ما ماما تروح العمرة. فكانت بقى كده مجمعانا انا واخواتي كلنا مع بعض في يوم واحد. فجي بقى اخويا الكبير ربنا يخليه لي يا رب، عزمني بقى كده وقال ايه ويعزم كل واحد مننا كده في يوم. فدي بقى كانت كده عزومتي عنده، بس كان طبعا في شقة ماما تحت علشان بابايا. هنا بقى كانت مرات اخويا بقى كده بدأت في تجهيز الفطار. ما كنتش انا لسه رحت لها، اللي كانت راحت لها ندى بنتي. فهم بقى كده كانوا بيجهزوا بقى وقعدوا بقى يصوروا كده مع نفسهم. انا ما كنتش اصلا ناويه اصور، انا اتعزمت قبل كده عند ماما وما صورتش. بس قلت بقى ايه الدور ده بقى، طالما هم صوروا خلاص انا هنزلها، وكملت معاهم بقى التصوير لما رحت. هنا بقى كانت بتوريكم، هي كانت نقع الفراخ. بس دي كان هنا كده في قطع فراخ يعني كانت مجمدة، ما كانتش فكة زي التانية، فكانت ما شرحتهاش فبتشرحها معاكم. هي بقى وبدأت هنا بقى أول ما عملت كده برضك غسلت الفراخ وكيست التتبيلة بتاعتها. وهنا بقى كانت بادئة برضك بالبط، علشان الحاجات اللي هي بتاخد منها سوا في الأول بتجهزها في الأول. يعني عودي نفسك، عندك عزومة أي حتى بتطبخي في بيتك عادي، مش شرط عزومة، ابدأي بالحاجات اللي هي بتاخد مثلا نقع في التتبيلة، بتاخد وقت في السوا وكده. وده بيكون أحسن ليكي وأسهل ليكي. إيه، يعني ايه بينجز معاكي في الوقت شوية. هنا بقى كانت بتعمل التتبيلة، حاطة بصل وطماطم وفلفل أخضر وفلفل حامي، وحاطة برضو زبادي والبهارات والخل والليمون. التتبيلة بجد التتبيلة دي بتبقى جميلة جدا جدا. عايزة اقول لكم هي برضو نفسها جميل جدا زي نفس ماما، وكمان مرات اخويا ام محمد. بجد ام آسر وام محمد طبخهم بجد ربنا يخليهم يا رب ممتاز، ونفسهم حلو في الطبيخ. هنا بقى كانت ام آسر زي ما انتم شايفين كده بتعمل في التتبيله. انا رحت لها بقى يعتبر بعد وهي بتحط الطماطم بتاعه البط، فلغايه ما توصلوا لمرحله الطماطم انا ما كنتش موجوده معاهم. كنت في المحل بقى، وكانت ندى هي اللي سبقت وراحت معاها كده ووقفت معاها كده في الاول. هنا بقى زي ما انتم شايفين ده كده الرغوه او الريم حسب ما انتم عارفين اسمها. فده بقى كده ايه بتبدأ كده تشيلها. إيه طبعا هي مش بتشيل كده ولا بتشيل وتغطي شوية وترجع، لو طلعت تاني بتشيل. يعني هنا برضو كانت غطت شوية ورجعت تاني شالت، لغاية ما تلاقي كل الرغوة طلعت معاها خالص كده. خلاص بقى بتبدأ بقى تهد عليها النار وتسيبها حوالي من تلت ساعة نص ساعة كده. ما تحطلهاش اي حاجة لغاية ما تدخل يعني، تسيبها كده شويه نص ساعه، وبعد كده هتبدا تحط لها حاجتها وهتوريها لكم وهي بتحطها. هنا بقى كده التتبيله بتاع الفراخ شايفينها، هي هتوريها لكم بجد التتبيله طالعه خشنه مش ناعمه. احنا بنعملها في الخلاط وبتبقى خشنه مش ناعمه. طبعا اللي يقول انتوا المطبخ المطبخ بتاع ماما جميل جدا، وانا واحده يعني انا بحب مطبخ ماما بجد. بحب اكل من ايد ماما ومن ايد اخواتي البنات ومن ايد آه، ومرات طاط اخواتي، بجد ربنا يخليهم، بجد نفسهم حلو جدا في الاكل. هنا بقى كانت بتتبل كده الفراخ ومتبلاها من بدري، قعدت ما شاء الله كتير في التتبيله، فكانت طالعه طعمها ممتاز. بس بقى عايزه اقول لكم ان طبعا هي كانت مخليه، بص يعني عايزه اقول لكم عامله كل حاجه ومظبطه كل حاجه وبابا واخويا وكل حاجه. بس برضو البيت من غير ماما ما كانش له اي حس خالص بجد. يعني ماما بجد بتفرق معانا كلنا كلنا. ربنا يخليها ليا يا رب، ويخليها لي ويخلي لي بابا واخواتي اللهم امين. هنا بقى كانت خلاص تبلت الفراخ كده كلها، والتتبيله اللي باقيه حطيتها كده على الوش وركنتها بجد. يعني قعدت حوالي من 3 ل 4 ساعات كده في التتبيله، فكان طعمها ممتاز. هنا بقى بيوروكم ما كانوا جايبين الجلاش ده هيعملوه جلاش باللحمه. رجعوا اختلفوا خالص وقالوا هنعمل مكرونه بشاميل وهنعمل الجلاش ده حلو. انا رحت لقيتهم مغيرين كل حاجه، بس طبعا بجد الاكل طلع ممتاز جدا. هنا بقى كده ندى قالت بقى ايه طالما انت جيتي يا ماما انا هدخل بقى ايه اظبط بقى كده افتح الاوض وكده. دي كانت بقى بتعمل اوضه جدها هنا بقى كده، وفتحت وظبطت الشقه ونظفتها. هنا بقى كانت بقى ايه ام آسر بقى بتحط كده الطماطم. طماطم طبعا معصوره، كنت بتحط البط وحطت بصل وورق لورا وحبهان وفلفل اسمر.
وتسيب الملح لغايه ما البط يدخل في السوا. هو البط ده ما خدش سوا لانه هو طبعا سنه مش كبير لسه صغير. هنا بقى ده المكرونه البشاميل. هي عملت ايه؟ خدت صدر من الفراخ، انا شرحته وقطعته لها حتت، قالت هنعمل ميكس ما بين الاتنين، لحمه وفراخ. بجد كانت اول مره اعملها، بس كانت طالعه بجد طعمها خطير جدا وجميل. هنا بقى كانت بتوريكم بقى الصلصه بتاع المحشي، وعامله البصل والحاجات بتاعه الحصاك وكده والحاجات دي. وعايزه اقول لكم طبعا ما فيش ادفى من بيت العيله ولمة الاهل وكده. بجد لما بنكون انا واخواتي مع بعض كمان بيبقى احلى واحلى، ووجود ماما بيفرق معانا اكتر كمان. هنا بقى كده ندى، طبعا عارفين بيت العيله بيبقى فيه هرس كده وحركه وكلام من ده. فهنا بقى كانت ماما ندى طلعت بقى ايه، بوريكم ده المسقط بتاع ماما من تحت. طلعت بقى ايه، نضفت بقى الصالة بالانتريه كده، وظبطت الدنيا بقى. لان برضو طبعا يعني عاوز اقول لكم ان بعد الفطار عملت كل ده تاني طبعا علشان العيال بقى والهرس واللي احنا عملناه وكده. ف طبعا بيت العيلة يا رب يخلي كده بيت، يخلي ماما وبابا ويخلي حسهم كده موجود في الدنيا، ويخلي اخواتي يا رب، ونفضل متجمعين كده دايما. هنا بقى خلاص ندى بتوريكم بقى بعد ما خلصت زي ما انتم شايفين العاب العيال وكده، دولت العاب ولاد اخويا. فهنا بقى نضفت وكنست. هي ماما عندها سجاد للشقه كلها، بس طبعا ما بتفرش بقى الا في العيد وكلام من ده. في الايام العاديه بتفرش بقى الحصيره او القياس للي عارف اسمه يعني. فبتفرش كده بيبقى سهل بقى في الغسل والكنس والكلام من ده. هنا بقى ايه، خلاص بقى كانت هي بقى مرات اخويا حطت بقى بقيه الحاجه بتاع العصاج، البصل والجزر والفلفل، وكانت حاطه كده قطعه من السمنه. فما شاء الله هي بقى انا سبتها وقعدت في المرحله دي. انتوا كنتوا شفتوا وانا بقطع الخس كده. بنتي قالت ايه انتوا هتعملوا محشي كوسه مكرونه بشاميل؟ انا عايزه اكل خس، عايزه اكل محشي، يعني محشي كرنب او خس او لفت. فاللي لقيناه قدامنا بقى الخس، فعملته كده كان سريع. عملنا كده وهي كانت هنا بتكمل تقوير الكوسه. بجد ما شاء الله، بجد الاكل كان ممتاز جدا. تسلم ايدك يا ام آسر. انا اللي عملته معاها بقى، انا قعدت عملت محشي الخس، وهي بقى قعدت بقى ايه، هي وندى يعملوا في الكوسه والبتاع. انا برضو كانت عملت ايه البشاميل. عايزه اقول لكم بجد انتوا هتشوفوا الاكل دلوقتي لما اللي انتوا شفتوه في الاول، بجد الاكل كان طالع ممتاز جدا. هنا بقى ايه هي بتولع الفرن، اللي هو لو انتوا عارفينه الفرن اللي هو الغاز الكبير اللي بتشوي فيه السمك وتعمل فيه العيش في المصقف بقى. فهي بتولعه وتبدأ بقى كده تغلي الصواني اللي هتدخلها فيه، وتحطها بقى على نار هادية. يعني غلت الفراخ، برضو الكوسة حطينا لها الشوربة بتاعة البط، والمحشي هنا كنت حاطه له شوربة وحطينا له شوية من اللبن. بجد بيخلي طعم المحشي جميل جدا. وبقى ايه اول ما يبدأ يعمل كده، هنا بقى بعد الفطار عايزة اقول لكم المطبخ كان ممتاز. وكمان الانبوبه عملتها معانا في الاخر، وكانت يعتبر هتطفى، حطينا لها ميه سخنه. للي عارف الحاجه دي بجد احنا بنعمل الحركه دي فبت ايه، بدل ما نقعد نفك الانبوبه واحنا عايزين النار ما تطفاش، فبنعمل الحركه دي والنار بتشتغل شويه. فزي ما انتم شايفين بقى كان المطبخ بجد لما خلصنا بقى الحاجات اللي عملناها دي بجد يعني وكان بقى الميه قطعت معانا وكده، فكانت المواعين ما اتغسلتش. هنا بقى وقفت انا بقى وام آسر، بجد مسكنا بقى المطبخ كله، شطبنا كل المواعين كده زي ما انتوا شايفين، غسلنا البوتاجاز والرخامة وسيقت المطبخ وظبطنا الدنيا. ما طلعناش من المطبخ بعد الفطار غير لما ظبطنا كل حاجة، وغيرنا بقى الانبوبه وظبطنا الدنيا. قلنا ايه يبقى ايه الحاجه نضيفها. يعني انا اما بحب اروح عند ماما لازم بقى اخش كده اظبط واعمل اكنه بيتي بالظبط. لان طبعا مش يعني انا بقى مش في بيتي ما اعملش، لا هو بيت ماما زي بيتي بالظبط. وبالعكس عشان هي مش موجوده كمان بنحب، يعني لما تكون هي موجوده بنتكل عليها في حاجات كتير جدا. وبجد يعني ربنا يخليها لينا يا رب، بتخلينا يعتبر ما بنعملش حاجه. هنا بقى كده برضو دي الأوضة التانية كيتشنات، صورتها معاكم بالنهار، صورتها معاكم بعد الفطار. وده بقى كان فطارنا. يا رب بقى الفيديو لغاية هنا يعجبكم. اتمنى بقى لو انتوا شفتوا الفيديو لغاية بقى هنا متنسوش تعملوا تعليق كده تكتبوا تعليق كده وتقولوا لي ايه رأيكم، وكمان تكملوا لايك واشتراك للقناة علشان اي فيديو انزله يوصل لكم اول باول. وبجد لو عجبكم فيديوهاتي او محتواي هتخشوا تلاقوا فيديوهات كتير مختلفة، طبخ وروتينات وكل حاجة موجودة. ويعني اعملوا بقى كده مشاركات وظبطونا كده ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين.